اقسم بدين الله 20 سنه 21 سنه بنموت. بص يا اسطى، نعمل ايه اكتر من كده؟ احنا خلاص والله بنموت. ازعق زي واقول لك بنموت؟ يعني اعمل ايه والنبي؟ قول لي فهمني اعمل ايه؟ ده راجل عندك مشكله كبيره هيلبسك في حكه وتاني. هتقول لي في يا عم الحاج؟ هقول لك، بس الاول انزل يا ابني بالانترو. بص يا سيدي، قلت لك قبل كده الفاشل هو اللي ما بيتعلمش من غلطاته. يعني انا راجل فاشل كده اقول لي على ايه؟ على نفسي امتى فاشل؟ لما يجي واحد يضربني على قفايا واسيبه كمان مره. ليه بقى يا سيدي؟ انت عندك مشاكل بسبب ازمه القيد. ازمه القيد دي جايه ليه؟ لان في لعيبه عليها فلوس. اللعيبه ده انت كنت ممكن تكون مشارك في غلطاتها وممكن ما تكونش مشارك في غلطاتها. النهارده بقى انت عندك مشكله في مين؟ في النجم ده سامسون اكينيولا. عندنا مشكله كبيره. الراجل مش عايز اقول لك كرشه هيخش عليها في الفيديو، ما بيعرفش يلعب كوره. انت جبته وبتديله مليون دولار في الموسم، تمام؟ ايه اللي حصل بقى؟ عندك بند وانت حاطط عقد، حاطط بند في العقد بتقول ان انا اقدر افسخ التعاقد معاه بعد اول سنه ما تدفعلوش فرط جزاء. حلو، فاضل 3 ايام او اسبوع. لو انت ما فسختش العقد دلوقتي هتضطر تدفع 2 مليون دولار وانت معكش، اقسم بالله بتموت. بعدين بقى قول لي انا كجمهور نادي الزمالك هستفاد ايه بالراجل ده؟ انا هعمل ايه جديد؟ انت راجل والله العظيم مش عايز اقول لك حنيكه اداريه ما شفتهاش في اي حد مسك رئاسه نادي الزمالك. هتيجي تكلمه دلوقتي وانت عارف انا بتكلم على مين؟ هيقول لك والله ده انا معزول. طب ما تحلها. ولا انت بس لما الزمالك يبقى كويس تقف تتصدر وعيالي عملوا، عياله سووا، عياله قالوا، عيالي مش عارف ايه. فين يا حبيبي؟ فين بقى احنا هنكسب ايه دلوقتي الفتره ديت؟ انت عندك مشاكل اصلا كتيره. تعالى بقى اقول لك خبر حلو، وده الخبر الثاني معايا. الخبر الحلو بره مشكله سامسون اكينيولا ديت ان الزمالك هيدخلوا فلوس زي ما قلت لك. تعالى حاسبني بكره او بعد بكره لما قلت لك من حلقتين فاتوا، تمام، ان كهربا بيجهز الفلوس عشان يدفعها. احتمال بكره او بعد بكره بالكتير المفروض ان كهربا هيدفع الغرامه لنادي الزمالك ويكون راجل خلاص يقدر يلعب من غير مشاكل. فانت المفروض تحافظ على كام مليون دولار اللي داخلين لك وتجيبهم صفقات زي ما خلق ربنا وتجيب ناس بتفهم، لكن ده مش هيحصل. بص، هو هيجي موسم انتقالات يقول لك ايه بقى يا سيدي؟ انا هجيب لكم فلان وعلان وترتان وفي الاخر ما تلاقيش جايب شويه حنكيش كده بيلعبوا كوره. النهارده على راي كابتن طارق طلع بيقول لك انت عندك 3 لعيبه، شيكابالا، تمام، وعندك احمد سيد زيزو. انا اعتقد يعني مش عايز اقول لك الاسم التاني، هم اللي بيلعبوا كوره في نادي الزمالك. لان الناس كلها عارفه ان ابو الفتوح ما بيأثرش. دول 3 لعيبه، 3 لعيبه دول ما بيأثرش في نادي الزمالك، الباقي بيسندهم لا اكتر ولا اقل. ذكرا بقى للصفقات وذكرا للمشاكل اللي بتحصل، تمام. دلوقتي انت عندك وقلت لك ان الزمالك بيسعى للحصول على كذا لعيب، من ضمنهم شحاته، لاعب محمد شحاته لاعب طلائع الجيش، تمام. النهارده المصري البورسعيدي بيدخل في الصفقه لان المصري والاتحاد السكندري، تمام، عايزين يجيبوا لعيبه كويسه يدعموا بهم فرقتهم في الموسم الجديد. والاتحاد عامل شغل تقيل قوي السنه دي، وهتشوف الاتحاد وزد فرقتين تقال في الدوري السنه الجايه. فالمصري البورسعيدي داخل في صفقه شحاته اللي الزمالك اصلا يعتبر مخلصه، واقفين على ايه؟ الماديات مع طلائع الجيش، ودي سهله. لكن لا، تمام، ده اول لعيب ممكن يضيع منك. المصيبه بقى ان انا قلت لك ان الزمالك والعالمي مش عايزين يتعاقد مع يوسف بلايلي. ليه بقى؟ عشان بياخد 800,000 دولار في الموسم. انا هرفضه. من احسن موقف في افريقيا، من احسن راجل اساسي في منتخب الجزائر ولاعيب عالمي، هرفضه. عارف ليه؟ عشان دنداي وسامسون مليون دولار في الموسم. يا عم احنا بنموت. بص بقى يا سيدي، ذكرا للصفقات واللي كل الانديه بتجيب صفقات، الغني بيجيب والفقير بيجيب، الا الزمالك ما بيجيبش. ليه؟ احنا عندنا اداره بتفهم في كل حاجه الا الصفقات. شوف اللعيبه اللي ما بيعرفش يلعب كوره فين؟ لا انت نجم، لا 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 تعالى تلعب في الزمالك. صح، هو ده اللي بيحصل. النهارده عندك كذا لعيب تقدر تدعم بيه، ما انتش عارف تدعم بيه. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اداره كويسه. النهارده بيراميدز بيقدر يقدم ضربه لكل الانديه بالتعاقد مع ثلاثي فيوتشر مع مرعي ومحمد رضا بوبو ومهند لاشين. كده هو امن نص ملعبه لفتره طويله قدام. تعالى بص كده، الاهلي عنده نص ملعب حديد، بيراميدز ده عنده نص ملعب حديد، الزمالك ان شاء الله عنده نص ملعب المونيا. ما بيقدرش يعني يمسك كوره، ما بيقدرش يدافع، هو قاعد بس يحلقوا يا جدعان كده يمين وحلقوا شمال وخلاص.
فين الجديد اللي انت هتقدمه للزمالك؟ مفيش. لكن تطلع الصبح تقول لي ايه فلان غلطان واعمل شكوى بصفتك ايه، والله هو كده. بص يا سيدي بقى، انت عارف لما يبقى عندك ناس بتفكر بالشقلوب، الاهلي استغنى عن كذا لعيب من ضمنهم سعد سمير ومحمد محمود زي ما انا قلت لك، الكلام ده رسمي ما فيهوش نقاش، ده بالنسبه للاهلي ده ما فيهوش نقاش، تمام. دلوقتي الزمالك والناس اللي موجوده في الدرجه عايزين يتعاقدوا مع محمد محمود بعد فسخ التعاقد، معاك ان اللعيب كان كويس، لكن هل دلوقتي هيقدر يفيد نادي الزمالك؟ لا. يا جدعان انا نفسي افهم حاجه، الراجل اللي بيجي يبص على الصفرات ده بيبص عليها ازاي؟ بيمسك الورقه بالشقلوب؟ انا عايز افهم يعني بيمسك الورقه بالشقلوب؟ ما تفهمونا يا جماعه. النهارده انت عندك ماتش مهم يا قاتل يا مقتول مع النصر السعودي، النهارده بالمناسبه النصر السعودي وتحيه للفلوس. تعلي توطي تعري تغطي تسيبك تجيبك وتخلي كل الناس حواليك. بيقدر عايز يقول لك ايه، رقصني فلوس غرقني دلعني، بيجوع على جماهيره وبتعاقد مع الاسد السنغالي ساديو ماني. لو الاهلي الموجود في البطوله عليا النعمه المفروض ما كانت مكمله، لكن انت عندك ساديو ماني وجاهز للقاء الزمالك، هيجهز للقاء الزمالك رسميا. النصر السعودي بيضم ساديو ماني نهائيا، واول ماتشاته بيجهزوا للزمالك. تحس انه هيقابل بايرن ميونخ بكره، اللي هيكسب بطوله عربيه بكره نهائي البطوله العربيه. يا عم ارحمونا بقى، ده احنا بنموت. يبقى عندك ماتش بكره مهم مع النصر، تاليسك ورونالدو وساديو ماني. هي ناقصه. يعني انا والله العظيم مش عايز اقول لك ان انا تعبت نفسيا بسبب اللي بيحصل في الزمالك ده، كل الدنيا بتدعم الا احنا. دي كانت اخبار النهارده. لو اول مره تشوفني دي حاجه غريبه، ما تنساش تعمل لايك اهو واشتراك وتفعل زر الجرس يا حبوب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم الأنس، اشوف حاجه جديده، سلام.